مدرب حراس مرمى المنتخب يكشف عن القرار العبقري للأهلي ويحذر الأحمر من شبيه شيكابالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في المملكة. قبل الدخول في أي تفاصيل ما تنساش تعمل لايك للفيديو. تحدث زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق عن الفريق المحتمل أن يواجه الأهلي في كأس العالم للأندية. وتأهل الأهلي إلى منافسات كأس العالم للأندية 2021 بعدما توج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وقال زكي عبد الفتاح في تصريحاته: تيجرز أونالي المكسيكي يمتلك مهاجم فرنسي جيد جدا، ممكن أن يسجل هدفا من ربع فرصة، وهو هداف الدوري المكسيكي. واللاعب رقم 23 الجناح الأيسر لاعب جيد جدا يذكرني بشيكابالا، وكرته جيدة جدا، وعلى موسيماني الحذر من هذا اللاعب. تابع لديه مدير فني برازيلي جيد جدا يعمل في الدوري المكسيكي منذ 25 سنة، وحارس مرمى ممتاز ويمتلك ثقة زائدة. فريق منظم، وسوف تكون مباراة صعبة حال مواجهة النادي الأهلي. ولو الأحمر يريد الفوز بهذا اللقاء يجب على الأقل أن يكون 8 أو 9 لاعبين من الأهلي في يومهم. ووصل عبد الفتاح: الأهلي أفضل فريق جماعي في مصر، ولكن عندما تصل لمستوى أعلى لكأس العالم للأندية ستكون هناك صعوبة، ويجب أن تكون هناك سرعة من الأهلي، والمسافات بين الخطوط يجب أن تغلق. إذا استطاع الأهلي العمل على بعض الأشياء من الممكن أن يكرر سيناريو 2006 في كأس العالم للأندية. أعتقد أن الأهلي سيتخطى الدور الأول من كأس العالم للأندية، وبعد ذلك الدور الذي يليه سيكون الأمر صعب. وأوضح عبد الفتاح الذي أخذ قرار التعاقد مع بيتسو موسيماني عبقري. إدارة الأهلي طول عمرها تختلف عن أي إدارة أخرى في مصر. وعن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر حاليا، إمكانياته جيدة وردة فعل جيدة جدا وتوقعاته جيدة، ولكن هناك بعض الأمور يجب أن يعمل عليها زي الانفراد بلغة الكرة، ما يبيعش نفسه بدري ولا يلعب في كل الكرات على التوقع، ويجب أن يكون لديه ثبات لأن رد فعله جيد جدا. هذه الأمور ستفرق معه حتى يصبح حارس أوروبي. وعن شريف إكرامي وعودته للمشاركة مع بيراميدز قال عبد الفتاح: لم أؤيد قرار شريف إكرامي بالرحيل، فهو كان لابد عليه أن ينظر للأمام لأنه لم يحصد بطولات زي ما حصد مع النادي الأهلي.